بطاطس اعواد الكبريت. عايزه اقول لكم البطاطس دي انا ما كنتش بعرف اعملها خالص، ماما بس اللي بتعرف تعملها، ومش عارفه السر في ايه، بس في الاخر انا وصلت للسر. اسمعوا صوت القرمشه. السر كله بطاطسايه تحمير ونقشرها ونغسلها، دي اول حاجه. الحاجات بقى اللي هنقطع بيها التقطيعه بتاعتنا هي دي اللي هتفرق. عندنا حبه حاجات كده وهقول لكم هم ايه. اول حاجه اللي هي القطاعه الاولانيه دي، او المبشره الناحيه بتاعه البصل، او النايسر دايسر، او المندولين العاديه، وهوريها لكم دلوقتي. وممكن المقشره بتاعه البطاطس نقشر بيها البطاطس كده شرايح، وبعدين بالسكينه نقطعها رفيع عشان تدينا التقطيعه بتاعه الشرايح الصغيره او اعواد الكبريت الصغيره دي. انا هنا دي عملتها اهو في المندولين زي ما انتم شايفين على الجزء اللي هو الرفيع، بحيث ان هي تديني شرايح رفيعه. شايفين؟ اهم حاجه ان احنا نقدر نرفعها كده، او لو بسكينه حاميه وتقدروا ترفعوها كده، دي اهم حاجه. تاني حاجه نغسلها كويس عشان ننزل كل النشا اللي موجود فيها، وبعدين نحطها في مصفى نصفيها كويس قوي، ما يبقاش فيها ميه، من غير تنشيف ولا اي حاجه. ونجيب الزيت بتاعنا وبايدنا بالراحه كده، يكون الزيت سخن وغزير، ونبدا نفرفط كده البطاطس بتاعتنا. واول ما نحطها نديها تقليبه بس كده بالمعلقه، ونسيبها خالص، ما نقلبش كتير بالمعلقه عشان ما تتكسرش معانا. وبعدين لما تتحمر معانا نطلعها على مصفى، وبعد كده لما تنشف ممكن نحطها في كيس تفضل معانا مقرمشه 4 ايام. جربوها وابعتولي.